قرسيف والائتلاف الجمعوي لقرسيف الذي يشكل قطب الراحة في الحركة الجمعوية والمدنية في شرق المغرب والوسط الشمالي إذا استطعت نقول. الموضوع ديال المداخلة ديالي كما قلت سيندرج حول أوجه التعايش والتسامح في الثقافة الأمازيغية. أود في البدء القيام ببعض التوضيحات أو ما يسمى التدقيقات المفاهيمية، وغادي تسمحوا لي لأن كيما لا بريزونطاسيون إلا ايتي بريباري اون فرونسي دونك غادي تحاولوا تحملوا شوية العربية ديالي شي مرات غادي تكون رديئة ولا غادي تيه في بحثي عن الكلمات المناسبة. كما قلت انا غادي نبداو على سبيل المنهج من بعض التدقيقات المفاهيميه لمفهوم التسامح والتعايش. كما كتعرفوا ان لا يمكن ان نكون متعايشين ان لم نكن متسامحين، وهنا طرحت سؤال ايضا ربما اللي يندرج في اطار هذا المفهوم الفلسفي الذي اثثته ربما فلسفه الانوار في القرن الثامن عشر، خاصه فريدريك هيجل وايمانويل كانت وفلاسفة الأنوار بصفة عامة. حاولت ندير الإسقاط على المغرب وعلى الثقافة الأمازيغية بالخصوص، ولقيت أنه من المشروع أننا نطرحوا التساؤل: هل نحن بصدد أن الأمازيغية والثقافة الأمازيغية متعايشة مع الآخرين أم أنها متسامحة؟ كما كتعرفوا أن مفهوم التعايش يقتضي وحدتين مختلفتين يستدعي ما يسمى تسليط الضوء على الجانب الموضوعي او ما يسمى لونفيرونمون او البيئه للوحدات المدروسه اللي هي ربما هي الثقافه الامازيغيه في علاقتها بالثقافات الوافده على شمال افريقيا. لذلك هنا اظن ان ربما على سبيل التدقيق يجب أن نتحدث على تسامح الأمازيغ مع الحضارات الأخرى وليس تعايشهم، لأنه بصفة ربما سنتحدث على الأدلة الأنثروبولوجية والتاريخية. هم وجدوا منذ القدم بشمال إفريقيا، لذلك المفترض من الذي ربما أتى نتحدث عن الحضارات الرومانية، عن الحضارات الفينيقية، عن الحضارات ربما في المد العربي بعد ذلك، عن كل الحركات التي توافدت على شمال إفريقيا، هي ملزمة بأن تكون متعايشة مع ربما الأصل اللي هو كان المكون الأمازيغي. إذا تحدثت على المسألة ديال التسامح، ربما هو اللي كان من بين مقومات الثقافة الأمازيغية والمكون الأمازيغي بشمال إفريقيا بصفة عامة كأحد المميزات كما قلت اللي جعلته يتداخل ويتدافع التدافع بالمعنى الإيجابي والتداخل مع الثقافات الوافدة من أقصى التاريخ إلى آخر طفرات المد التي حصلت، وهي المد الكولونيالي الفرنسي في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. أتحدث عن شمال إفريقيا كما تعلمون، أو ما يسمى الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، التي هي موطن الأمازيغ كما تعرفون بأدلة الأنثروبولوجيا والتاريخ.